بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم. ازيكم عاملين ايه؟ أهلا بيكم في قناة بيدو تك. النهاردة زي ما عودناكم احنا بنوفر مع بعض، ده شعارنا في القناة، وبنستفيد بأي حاجة تكون معدومة. أي حاجة في البيت عطلانة بنصلحها مع بعض. تمام. النهاردة معانا المحتوى هيكون ايه؟ هيكون عن الباور بانك. طبعا معظمنا معاه باور بانك. ده باور بانك 10,000 أمبير، وفي طبعا قدرات بقى 20,000 أمبير، وفي قدرات تانية. بس الميزة في ده إن هو باور بانك وايرلس، بيشحن لاسلكي. تمام. باور بانك وايرلس بيشحن لاسلكي، بنحط التليفون عليه كده وبيشحن. بس للأسف هو عطلان. طيب هنصلحه ازاي؟ نصلحه إن شاء الله بإذن الله مع بعض، نستفاد بيه بدل ما هو مركون. باور بانك دلوقتي يكاد يكون بيوصل ل1000 جنيه أو 500 جنيه حسب قدراته. هو فكه سهل. هنفكه من الفريم. هنا في كليبس كده الفريم هنفكه ونشوف العطل فين، وإن شاء الله نصلحه مع بعض بإمكانيات بسيطة وبكل سهولة إن شاء الله. ما تنسوش تدعمونا في القناة، لايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصلكم أي جديد. تعالوا نشوف هنعمله ازاي. يلا بينا. ده باور بانك وايرلس، باور بانك واي فاي، بيشحن واي فاي. تمام، بيشحن وايرلس. آه كان فاصل خالص ومش شغال. ده 10,000 أمبير يعني كويس، مش بيشحن خالص. طيب عشان ما نضيعش الوقت الفيديو، أنا بدأت أفكه كده كليبسات، كليبسات كده من هنا كده، كليبسات. بدأت أفكه وأنا فكيته عشان ما أضيعش وقت الفيديو. تمام. ده شكله من جوه. البطارية بتاعته منتفخة ومش شغالة. هنعمل ايه؟ هنبدل البطارية دي ببطارية تانية. طبعا انا يعني من حسن الحظ انا ما عندي باور بانك تاني بيعلق. ده باور بانك بيعلق، شوية يشتغل وشوية لأ. لازم يعني مش شغال كويس. فانا قلت ايه، هصلح الاتنين بواحد يعني. فانا الاهم عندي ده عشان ده بيشحن وايرلس، ده المهم عندي. فضحيت بده واخدت منه البطارية بتاعته. برضو فكيته اهو من هنا اهو. فكيته كده عشان وقت الفيديو وعشان بصور بنفسي يعني. طلعت البطارية البطارية بتاعته نفس حجم البطارية دي، نفس حجمها. وهنستبدلها ببطارية تانية. هو سهلة يعني. ده سالب وده موجب. هفك ده بالمكوى، السالب والموجب هنا، وألحم دي مكانها وأرجع لكم تاني. طبعا بعد ما لحمته عشان وقت الفيديو، لحمت ده هنا السلك الأحمر أهو، أو بنك. هشاور لكم عليه. هنا الموجب وهنا السالب، هنا موجب وهنا سالب. تمام. والقطعة بتاع الواي فاي اهي، دي منظرها. دي كده بيشحن وايرلس عن طريق القطعة دي. تمام. بنحط التليفون فوقيه من الناحية دي فبيشحن. ماشي الحال. ولزقتها زي ما هي. غيرت البطارية، الحمد لله طلعت نفس المقاس. أو كنا ممكن ايه يعني. بصوا التانية، البطارية التانية منتفخة على الآخر، بايظة. تمام. في ناس بتصلحها، حاولت أصلحها لكن ما مكنش. طيب لو أنا ما عنديش
الباور بانك التاني ده ولقيت البطارية، دي بتتباع عادي. هنفكها، هما سلكين موجب وسالب موجب وسالب، هنفكهم. وعند أي محلات بتاع قطع غيار الموبايلات أقول له عايز بطارية باور بانك زي ما أنت عايز بقى، 10,000 أمبير، 5000 أمبير، 20,000 أمبير كده. لو انتم من القاهرة الحاجات دي بتتباع كتيرة جدا في العتبة، في شارع العطار، شارع العطارين أو العطارين، شارع العطارين. تمام. هنفك البطارية ونجيب نفس الحجم وأي أمبير احنا عايزينه، عايزين 10,000 أمبير، 20,000 أمبير، 5000 أمبير. طبعا كل ما بتجيب أمبير عالي بيقعد معاك فترة. تمام. وركبناها مكانها الحمد لله، طلعت نفس المقاس. ونجرب نشغل كده زي ما احنا شايفين النور بتاع الباور بانك شغال. طيب عايزين نجرب اليو اس بي، نجرب اليو اس بي. ده معايا كشاف بيشتغل يو اس بي. تمام. نجربه كده. معلش يا جماعة سامحوني في التصوير عشان أنا ماسك الموبايل. شفتوا؟ ده كشاف يو اس بي، نلفه كده عشان عشان ما يبانش. تمام كده شغال، الحمد لله شغال. طيب ممكن نجرب شحن التليفون، بس أنا بصور بالتليفون نحاول. تمام. هحطها شغالة في التليفون اللي معايا اللي أنا بصور بيه أهو. هنسمع النغمة، سمعتوا نغمة بتاع الشحن؟ ادى نغمة كده تاني، أشيله أهو، أركبه تاني كده بيشحن التليفون اللي أنا بصور بيه. تمام. ودي كانت تجربتي مع الباور بانك البايظ وصلحته. بس عشان وقت الفيديو ما شفتوش انتوا تفاصيل اللحام. انا بس كل اللي عملته انا فكيت البطارية دي، هي اللي كانت بايظة اهي، اللي بايظة اهي، دي كانت بايظة، استبدلتها بواحدة تانية نفس القوة. دي 10,000 أمبير وده 10,000 أمبير، وقلت استفاد منه. الاتنين كانوا بايظين، ده كان بايظ خالص والتاني ده كان بيعلق. ده كان بيعلق. فأخدت البطارية من ده اللي هي دي كده، ده كان بيعلق، أخدت منه البطارية وشغلت ده عشان كل اللي يهمني ده كل اللي يهمني عشان ده بيشحن وايرلس. تمام، بيشحن وايرلس. والقطعة بتاع الوايرلس اهي، اللي ما يعرفش شكلها اهي، دي القطعة بتاع الوايرلس. تمام. فأنا ده بالنسبة لي أهم من الباور القديم. لو ما عندناش زي ما قلنا، لو ما عندناش بطارية زي دي، هنفك البطارية دي كده، وأي محل بتاع قطع غيار أقول له عايز بطارية زي ما أنا عايز بقى، 10,000 أمبير، 5000 أمبير، 20,000 أمبير. كل ما بعلي في الأمبير كل ما هتقعد معايا فترة من غير شحن. تمام. واستبدالها حاجة بسيطة، السلك الموجب أهو والسالب أهو، ده الموجب وده السالب، هلاقي زيهم هنا. هشيل دي هحط دي في نفس السلكين كده مكانهم، وهلحم بالمكوة. أنا لحمت طبعا عشان المكوة عندي مش شغالة، فبسخنها فحطيتها في مكان بعيد، بسخنها يعني على البوتاجاز وكده. فلحمت مكانش ينفع هروح أصور هناك وأنا بلحم، لأن أنا بصور لنفسي. استبدالها بسيط، دي استبدلناها كده خلاص، كده هنرميها مش شغالة.